الناس مش بتحبه، مش عارفه ما بتحبوش ليه. يلا بينا نعمل قرنبيط بالطريقه بتاعتي. تمام، بطرق مختلفه وبطريقه مختلفه. القرنبيط ده ليه كذا طريقه يا جماعه. تاكلوا احلى قرنبيط بقرمشه بطعم مختلف عن اي اكله انت كلتيها قبل كده في القرنبيط. معايا كنت اللهم صل عليكم يا حبيبي يا رسول الله. جبت قرنبيطين راحوا لصاحب نصيبهم. تمام. هنا بسخن ميه. القرنبيط معايا ادى يعني ادى معايا كتير. تمام. سخنت ميه وحطيت ملح وحطيت كمون. تمام. وهنبدا نسلق دلوقتي القرنبيط معاكم، وهنشوف ايه دلوقتي الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعضينا خطوه خطوه. تمام. ما تنساش المتابعه وسبسكرايب ولايك كومنت حلو، عرفيني انت من انهي مكان. هنا الميه بتاعتي سخنه مش مغليه. تمام، سخنه مش مغليه. معانا حاجه نصفي فيها القرنبيط. مع القرنبيط بتاعنا لما نيجي نحط يا جماعه، هو خد معايا سوا في عشان انا غلطت في حاجه. المفروض القرنبيط يتحط على العمود بتاعه اللي هي القرقوشه بتاعته، مش من على الايه، زي ما انا ما بحطه. خد معايا كده وقت. تمام. تيجي تحطي القرنبيط تحطيه القروشه بتاعته دي جوه الميه، وراس القرنبيطه من فوق هيستوي معاكي اكتر. تمام. هنبدا نسلق القصه دي كلها. هنعرف ازاي يتسلق، بندوس على القرقوشه دي بنشوف هي طريت معايا ولا لا. لو طريت معايا واتكسرت معاكي بسن ضفري كده، يبقى هو كده معاكي استوى. هنا القرنبيط بتاعي استوى، وهوريكم دلوقتي. هتدوسي عليه من القرقوشه اللي بقول لكم عليها دي اهي كده. هو استوى معايا، بدل اتكسرت معاكي كده. تمام، يبقى هو كده ايه، تمام. نبدا نطلعه كده بقى باي حاجه انت بتطلعيها بقى عندك في المصفى بتاعتك. تصفي، ما تصفيش كله على بعضه، صفي حبه حبه وحطيهم في طبق عشان السخونيه دي ما تهروش معاكي. اهو. مشكلته معايا اللي هو يعني مشكله القرنبيط معايا في سواه، اللي هو بيقعد يلسعني كده في صوابع ايدي. سهل خالص وطريقته حلوه قوي قوي قوي، وهتاكليه وهتدعيلي عليه. طبعا انت هتخلصي بقى الكميه بتاعتك زي انت ما ايه ما بتعمليها. تمام. وهتخلصي الكميه بتاعتك وابداي اعملي الخلطه بتاعتك. الخلطه بتاعتي هنا بقى عملت ايه، ما تنسيش ان انا معايا قرنبيطتين. تمام. انت بقى انا بقولك الفكره وشوفي انت هتعملي ايه. معايا هنا 4 بيضات. الاربع بيضات، وهنحط شويه كاري. تمام. وهنحط شويه كمون وشويه ملح واتنين ماجي بس، وشويه شطه وربع كربوناتو. تاني، 4 بيضات، نص معلقه كاري، ما عندكيش كاري مش مهم، نص معلقه كمون، ربع معلقه شطه على حسب الاختيار طبعا، لو انت عايزه ولا مش عايزه. ربع كربوناتو. تمام. هنا حطيت لتر ميه عشان هو اصلا بيشرب يا جماعه الحاجات السايله دهيت، بيشربها. انا مكتره عشان ما ايه ما ينقص مني واعمل الخلطه دي من اول وجديد. انا لسه ما حطيتش دقيق وما حطيتش اصلا اي حاجه. انا حطيت البيض والميه وحطيت 2 ماجي اهوت، بيطعم بردك الاكل. هنبدا نحط البهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. جربوها بالطريقه دي والله هتعجبكم قوي قوي قوي، هتلاقوا قرمشه ما دقتوها في حياتكم. هنا كربوناتو ده اللي انا بقول لكم عليه، شويه كمون. تمام.
شوية شطة، تمام، شوية كاري اهو. كاري بيدي طعم وبيدي لون برضو. كده خلصنا حاجتنا كلها. نبدأ ننزل بايه؟ بدقيق. انا حطيت مبدئيا دلوقتي كوباية دقيق. المية ادت معايا دقيق بصراحة. حطيت ملح اهوت، المية خدت مني دقيق، تمام. بس المية كانت على قد بالظبط القرنبيطتين، تمام. ابدأي بقى ايديكي كده في الدقيق عشان ما يكلكعش معاكي بالمضرب بتاعك. انا خدوا مني بالظبط كوبايتين دقيق. المية دي خدوا مني كوبايتين دقيق. وحطيت السر بتاعت قرمشة القرنبيط، حطيت معلقة نشا، ده سر قرمشة القرنبيط، تمام. ومعايا كزبرة ومعايا شبت اهو. انا بردك بحط على لغاية لما القوام يتقل. في الاخر انا تعبت بصراحة، بقيت ادي بقى بايه بايديا كده. نبدأ نحط ايه شوية خضرة كده اللي هو الكزبرة والشبت، تمام اهوت. تبدأي تقلبي الخليط بتاعك كده لغايه لما يتجانس مع بعضيه. وهنحط دلوقتي معلقه النشا اللي انا بقول لكم ايه على ما تزودوش، هي معلقه واحده كبيره بس. وانا بحطها في العلبه بهدلت الدنيا، وقعت في الارض وبهدلت المطبخ كله. بس كده، شكرا. مش عارفه انا كنت بعمل ايه هنا، بعمل ايه هنا. المهم قلبنا ساعتها النشا اتقلب على الحاجه. المهم اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانت وصلت للمرحله دهيت، وصلت معايا للفيديو دهوت، ما تبخليش عليا بايه بلايك، وما تبخليش عليا بالمتابعه لو المحتوى عجبك. هنا هنبدا بقى ايه، حاطين الزيت بتاعنا فين؟ على البوتاجاز، تمام، وعشان يسخن. ونبدا نمسح مكاننا. هنا بقى بقول لكم القرنبيط ادى معايا. حطيت ايه اللي سلقته وحطيته في علبه كده، وهقفله واحطه في الفريزر اهو. امال هنرميه؟ نحطه في الفريزر وقت ما نعمل عايزينه نعمل الخلطه دي ونبدا ان ايه، بس قبلها يطلع يفك، تمام. نبدا نحطه فين؟ في الفريزر. هنا سخنت بقى الطاسه بتاعتنا اهيت. هنا اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان ابقى صادقه معاكم، لقيت الخليط خفيف معايا في القرنبيط، رحت زودته نص كوبايه دقيق تاني. يعني هما خدوا مني كده كوبايتين ونص دقيق القرنبيطين، تمام. يعني انا هنا لما استوى معايا القرنبيط لقيت الخليط بتاعه خفيف، رحت حطيت له بقى نص كوبايه دقيق. طبعا اول طاسه دهيت كانت خفيفه معاها، ما طلعتش وريتهولكم. ده بقى لما انا حطيت نص كوبايه دقيق ابتدى يتظبط. الاولانيه ما كانت مفككه مني من الخليط اهوت. القرنبيط اهوت قدامكم، مش قادره اقول لكم القرمشه بتاعته وانا بقلبه حكايه، ولا كفايه ريحته. انه يتحدث عن نفسه يا صادع يا صادع. حاطين كده بقى حاجه نصفي فيها. بصوا بوريكم كده اللي هو الشيف شربين. انا متنسيش بقى لايك وقولي يا شيف شربين اهوت. بصوا حكايه، ولا اتحرق ولا اي حاجه. والله والله بقيت اجيب العيش واكله سخن مش قادره، ما بقدرش اقاوم في سندوتشات. ده بقى حطي بقى في سندوتشات بقى ودي. وعملت بقى سلطه خضراء، تمام. واديها يا ام ابراهيم ما تحرمهاش. بصي الحته بتتحدث من قبل التقديم. هتخلصي بقى كل بصوا بقول لكم شيف شربين. هخلص بقى كل الكميه دي كلها
هنا بقى ايه لما تقل ايه، بصوا الخليط هنا التقيل بقى عامل ازاي غير الاولانيه. قولوا لي الف سلامه. قولوا لي الف سلامه برضو. اهوت يا ستي، وادي القرنبيط بتاعنا، شوفوا شكله عامل ازاي، حكايه. ما تبخليش بقى بلايك عشان خاطر طبق القرنبيط ده. يلا باي باي.